السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. النهاردة معاكم ام هشام وقناة وصفات سوبر ماما وكل اختراعات الايام اللي جاية. بقى الانسان ما كانش يخترع مش هيعرف يعيش. زي ما انتوا شايفين كده انا قدامكم ايه، العربية بتاعت السوق دي بقالها كام سنة عندي. خلاص انا تعبت بقى من كتر ما اشتريت عربيات وارميها وتتكسر واروح الحمها ب50 جنيه وهي اصلا ب100 جنيه ولا ب150 جنيه. دلوقتي بسأل عليها لقيتها ب350 جنيه. ودلوقتي اكيد النهارده لو رحت سألت عليها تاني هيقول لي ب400 جنيه. فانا هخترع، والزمن اللي احنا فيه عايز ان الواحد ايه، يخترع. تمام يا حبايبي، انا دي عندي بقالها كام سنة. اللي هنا ده اللي هو ده اللي كان بيبقى قماش زي المشمع كده اللي بنشتريه بالمتر ده، دي كلها دابت. طب انا هعمل ايه؟ انا هخترع، بس ما مش موجود غير المجسم ده. زي ما انتوا شايفين كده المجسم ده كده زي ما شفتوا، اللي هو الحديد ده، ودي بتقف كده، ممكن تقف عادي كده اهوت. فاحنا ايه هنخترع؟ عندي ايه، الكرتونة دي هنطلع منها، هنحطها هنا وتبقى ايه، ويبقى اختراع بقى، اختراع ام هشام وصفات سوبر ماما. خليكم معايا واحده واحده كده وهنشوف هنعمل ايه. انا جبت الكرتونه دي بتاعت الدفايه عندي. الدفايه سبتها إيه، وقلت بقى اطلعها من البتاع الكرتونه. اشتكت شكلها حتى عامل ازاي، طلع عين اللي خلفوها. كنت حاطه فيها حاجات قديمه وحتت بقى وكده، وباخدها للمطبخ. المهم انا عملتها من جوه ايه، دخلت فيها من جوه كده زي ما انتم شايفين، فرشت من جوه كده في ايه، حطيت كرتونه مجوز كده وحطيتها هنا كده وقفلت بيها هنا خالص. تمام. معانا مقص اهو، معايا مقص. هعملها لغاية هنا، لغاية الدفاية كده بس. هقص ده كله كده ونشوف هنعمل ايه مع بعض واحدة واحدة. وخليكم معايا، اللي لسه ما عملش اللايك يعمل عشان ما ازعلش من حد. تمام، يلا معايا هنشوف هنعمل ايه واحدة واحدة. معاكم ام هشام وصفات سوبر مام. وزي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلب ام هشام، بدل ما اقص دي كده، فانا هتنيل جوه بحيث تبقى مدياها ايه، سمك يعني ايه، تبقى سميكه من هنا تستحمل اكتر. تمام، زي ما انتوا شايفين كده اخر حته اهي. هنسويها ونرجع لكم تاني. تمام. وزي ما احنا شايفين كده هنقوي طبعا القاعده بتاعتها. قصت لها حته كرتونه من هنا من بره، وهن ايه، وهنلزقها باللزق الجامد قوي ده، وحط لها كمان كرتونه من جوه. يعني من جوه الكرتون هنوريها لكم دلوقتي. هنثبت دي ونرجع لكم تاني مع بعض نشوف هنعمل إيه. اولا ثبتنا ايه، ثبتنا ده باللزق هنا يعني كده، دي كده ثبتناها باللزق كويس. وبعدين قصينا بالظبط على قدها، ونشيل الزوايد من هنا ومن هنا، وهنثبتها كمان باللزق. تمام. وبعد بقى ما جمدناها من تحت وجلدناها طبعا بالكرتون، ومن جوه برضو حطينا طبقة من جوه وتانينا الحاجات دي كلها. هنقيس كده برضو، نعمل مقايسة قبل ما نحطها. هي طبعا العربية كده ايه، المجسم بتاعها واقف كده بيسند على الحيطة، بتقف لوحدي. تمام. هنشوف عشان ايه، نشوفها كبيرة عريضة طويلة. ايوه المقاس مظبوط اهو كده. خلاص هي راكزة كده زي العربية بتاعتها بالظبط. ودي كمان طويلة شوية، سيبناها طويلة شوية عشان ايه، هنكسي ده كله، مش هيبان الكرتون والحاجات دي كلها، مش هيبان. هنثبت دي في دي كده، هنلزقها ونكسي ده كله بايه، بأي حاجة عندك. ممكن بلوفر قديم، ممكن قماشة حلوة، إيه حاجة قديمة عندك تكسيها بيها وما يبانش ان هي ان انت ايه عاملاها خالص. هتبقى احلى من ان انت بتجيبيها. انا صراحة غلبت، جبت يجي 3 4 5 عربيات للسوق ويتكسروا ويترموا. اخر واحدة مش عارفة انا سبتها فين، ولا من كتر ما صلحتها ودفعت فيها فلوس كتير. هنشوف هنعمل مع بعض ايه ونرجع لكم تاني. الخطوة يا حبايبي اللي بعد كده بقى ايه، هنخرم هنا في الحتت دي، هنا وهنا، وهنخرم هنا وهنا، وندخل دبارة زي ما انتوا شايفين كده للتثبيت. يعني الدبارة اهي دي كده عشان نثبتها تفضل ماسكة في الحتة دي، لا تروح ولا تيجي ولا تتهز. تمام. هنخرم كده واحنا معاكم زي ما انتوا شايفين كده. خرمنا هنا وخرمنا هنا
وخرمنا هنا، واخر حاجة هنعملها هنا كده بالمقص برضو. تمام. ودلوقتي حبايبي احنا ثبتناها من هنا كده، وثبتناها من هنا، وثبتناها كمان من هنا ومن هنا، والايد اهي بقت خلاص كده، ممكن تمشي على كده ايه، تبقى 100 100 زي ما انتوا شايفين كده. المكان ضيق معلش، زي ما انتوا شايفين اهو كده، بقت ايه، بقت عربية خلاص، بقت عربية السوق خلاص. تمام. يمكن مش واضحة ليكوا قوي، بس لما نغلفها بقى الكرتونة دي كلها تتغلف، هنشوف عندنا حاجة ان شاء الله، حاجة قديمة زي ما انتوا شايفين كده، وحلوة قوي. تشوف متثبتة من جوه، من جوه عاملة ازاي. طبعا الحاجات اللي جوه دي ثبتناها، خرمناها وربطناها كده عشان تبقى ثابته، ما تقعش ولا تروح كده ولا كده، من ايدينا، التحكم في ايدينا. ماشي تمام. هنشوف مع بعض هنعمل ايه زي ما انتوا شايفين. نشوف بقى الاختراع بتاعنا هينفع ولا ايه. ودلوقتي جبت بلوفر قديم عندي بقاله كتير قوي، هنشيل الكمام بتاعته ونشوف كده هينفع ولا هنعمل بحاجه تانية. احنا مع بعض بنجرب ونشوف. هنشيل كمامه طبعا، ونحاول ايه يبقى كله ايه، نغلف العربية زي ما شفنا كده، هي واقفة اهي بالايه، بالبلوفر الجميل ده. تمام مع بعض. وزي ما انتوا شايفين يا حبايبي، جت على قدها بالظبط ازاي، بسم الله ما شاء الله. هنقفلها بقى من هنا كده زي ما انتوا شايفين، مش هنخلي طبعا الكرتون ده باين خالص، وهنغلفها من جوه كمان. دلوقتي بدأت اعمل ايه، هنشد دي كلها كده بالابره والخيط اهي، ابره كبيره شويه والخيط، وهنثبت دي كده وايه، ونثبتها من حواليها كلها كده، هيبقى شكلها جميل احلى من الجاهزه كمان. تابعوني، اللي لسه بقى ما عملش اللايك يعملها لي، علشان خاطر ايه، انا تعبت والله. يلا يلا لايك بسرعه كده بقى عشان الفيديو يترفع، ربنا يرزقكم. وزي ما انتوا شايفين يا حبايبي ايه، جلدتها طبعا بالايه، بالبلوفر اللي عندي اللي انتوا شايفينه ده. طبعا قماشته جميله جدا، ومشيت داير ما يدور كده زي ما بيقولوا عليه، من هنا ومن هنا ومن ورا كده. من ورا هي بتبقى دي مكشوفه كده عادي اهي، يا ريت يكون واضح لكم. شايفين البلوفر من تحت فيه سوسته، قفلتها طبعا، وقفلت طبعا من تحت وكده. الشنطه بقت ايه، تحفه. يعني هي دلوقتي كده على الشغل. تمام. بس انا طبعا هعمل هي لا يعني ايه، هي من بره كده جميله، بس من جوه ايه، طبعا باين ان هي كرتونه. فانا هعمل حاجه حلوه هتشوفوها معايا. انا يعني لسه بفكر فيها هعملها ولا لا. عندي طبعا ايه، مشمع زي ده كده، بواقي طبعا حاجات كده بايه، يعني يعني بقيه من ايه، هعملها كده. انا هعمل لكم كده زي حاجه كده يعني كده اهو. تمام. هعمل ده، هثبت ده كده، انا بصور بنفس الايد اللي بعمل بيها. همشي عليه، دي بواقي مشمع عندي من بتاعه المطبخ والحاجات دي. هجلد الحته دي كده بحيث تبقى متغلفه من جوه بالمشمع الجميل ده، وشكلها الجمالي هيبقى احلى. وطبعا عشان لو حطيت مثلا حاجة فيها ازازة لبن، شارية 2 كيلو لبن وحطيتهم معايا وانا جاية، يعني نقطت حاجة ما تنقطش فين، ما تبوظش الدنيا. تمام. هتشوفوا معايا والله هتتبسطوا ان شاء الله في الاخر. واحنا ستات البيوت يعني ايه، بنخترع اليومين دول علشان ايه، عشان نقدر نعيش. ربنا يعين كل واحد ان شاء الله على حاله، ويرزقكم جميعا. انا سامحوني ان انا بطول معاكم شوية، بس والله في الاخر في يعني في ايه نتيجه ان شاء الله. يعني زي ما انتم شايفين كده، هتبقى كده داير ما يدور كده. وطبعا هنا كل ده هيتغطى، وهجلدها من جوه بايه، بكمان مشمع زي ده. تمام. برضو بواقي عندي، مش هشتري اي حاجه. تمام. هعمل ده كله واجيكوا تاني يا حبايبي. حبايبي معايا، انتوا معايا خطوه بخطوه زي ما قلت لكم كده. هنمشي كده زي ما مشينا كده، خدتها خياطه. جبت المشمع، بقايا مشمع عندي كده، جلدتها من هنا كده، وهطلع كده زي ما انتوا شايفين من هنا كده كده، وهنزل كده. تمام. وهتتجلد من جوه كده برضو ايه، هتتبطن بحاجة قماشة او برضو حاجة ايه، مشمع، بحيث ما لا الدنيا شتي تتبل او كده يعني.
تمام. انتوا انا ماشيه معاكم كده واحده واحده، عم ماشيها خياطه زي ما انتوا شايفين كده. جبت بإبرة منجد وخيط من بتاع المنجدين، عشان طبعا دي كبيره جدا، وماشيه خياطه خياطه خياطه. مشيت على ده كله 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 كده زي ما انتوا ماشيين، زي ما انتوا شايفين ولا ايه؟ وايه، ولسه هكمل بقى وايه، انتوا معايا واحده واحده. تمام تمام يا حبايبي. ودلوقتي بقى شوفوا الخطوات، شوف عملنا ايه. احنا جلدناها من جوه زي ما قلت لكم. لقيت عندي مشمع تاني جوه اهو، كله ثبته من هنا كده 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 كده. ورحت ايه، ممكن على فكره كنت اعمله بمسدس الشمع، بس انا قلت بقى انا خدتها خياطه كده، خياطة بالإبرة علشان يبقى جامد. علشان طبعا الحاجات دي السوق بيبقى فيه حاجات كتير، وكرومبا ماشي، مش عارفة ايه ماشي، يعني ايه بتتعرض يعني عاوزة حاجة جامدة. فانا قلت ايه تتجمد اكتر، وعملتها كده، جلدتها زي ما انتوا شفتوا كده من جوه ومن بره كده داير ما يدور كده، هنا هنا كده. وثبت ده كده هنا برضو، واليد اهي زي ما هي موجودة اهو. والبلوزة اللي انا عملتها من بره، شوف الصوف بتاعها جميل وشكله جميل على فكرة، احلى كتير في الطبيعة. يعني ايه شكلها تحفة 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 زي ما انتوا شايفين كده. والعجلة اهو، وبقت ايه حتة ايه، حتة تحفة فنية. هنجمل فيها كمان شوية. لا وعملنا من جوه ايه، مش واخدين بالكم، مش المشمع ده بس، انا عملت مشمع تاني كده من هنا كده، بحيث يبقى ايه اهو. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، من جوه كده مشمع، ومن حواليها مشمع، ومن هنا مشمع. يعني هتبقى ايه، احلى 100,000 مرة من بتاعة الراجل اللي بنشتريها من السوق. ماشي. وهعمل لكم كمان حتة كده فيها، يلا. كمان في حتة فنية طبعا، هنعمل دي كده. انا طبعا عاملة دي زي ايه، دي زي كولفة كده. دي اللي المشمع ده بقيت منه حتة كده، ايوه. وحتة كمان كده، ايوه. وبعدين عملت كده. انا بسخن مسدس الشمع اهو عشان اعرف اعملها تمام. ايوه كده، تعدل كده بقى، لا اظبط اظبط اظبط. يعني هيبقى، لا هي عامله كده دي، ايوه. عليها اتش ماشيه طبعا مع الايه دي، شكلها ماشي مع دي كده. ولا دي الاتش دي مش عاجباكم، مش مهم بقى خلاص. ها، لا شكلها مش قوي، لا لا بلاش بلاش، هي تبقى كده جميلة. وهنشوف لها اي حلية تانية كده ونظبطها. تمام تمام. ودلوقتي يا امارات بقى خلاص كملت ايه العربية بتاعتي. شوفوا لقيت عندي البتاعة مكتوب عليها من زي ما انتوا شايفين كده، لقيت دي بادج كده، رحت حطاه. وايه زي ما انتوا شايفين كده بقت جميلة. ولقيت ايه بتاعت ملاية عندي قديمة، ملاية أطفال. الجزء اللي هو بيبقى واحدة بسوستة والتانية بسوستة، رحت مثبتة دي كده، ثبتها من هنا عشان مثلا ممكن أحط البوك فيها، ممكن أحط حاجة جايباها من السوق. مشمع أهو، جميلة أهي، بسم الله ما شاء الله، جميلة قوي زي ما انتوا شايفين كده أهي. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بقت تحفة 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 زي ما انتوا شايفين من جوه، عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. من جوه جميله ومتحوطه بالمشمع كده، عشان الدنيا طبعا لو شتيت وكده. انا قلت حكايه المشمع دي علشان برضو الحاجات و... و... وزي ما انتوا شايفين كده بقت ايه، زي العسل، حلوه قوي زي ما يكون شارياها من بره. انا لقيتها ب 350 جنيه، قلت اخترعها بقى. يلا يلا حبايبي، المرة الجاية نبقى مع بعض في فيديو جديد ليا معاكم أم هشام وصفات سوبر ماما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي. اقفي بقى كده، ايوه.